هلا حبايبي، سلطة البرغل التركية. فيديو اليوم من قناتي، قناة مرسيليا المنوعة. سلطة كلش طيبة وسهلة وسريعة ومكونات بسيطة. هسه راح أشوفكم شلون راح أسويها. بالبداية حبايبي راح أجيب برغل ناعم اللي نسوي بيه تبولة. راح أخلي قلاصين برغل ناعم، ونفس القلاص راح أخلي قلاصين ماي حار مغلي. طبعا لازم تنتبهون لأن القلاص كلش حار، فيعني أنا شوية بكنينكس أخذته وقلبته على البرغل. ومن نخلي القلاصين الماي المغلي عليها راح أحرك البرغل كل الزين حتى أتأكد إنه تشبع بالماي المغلي، لأن هو هذا الماي المغلي يعني البرغل راح يستوي ويانا بالبخار. وراح أغطيها حتى بعدين كل حبة برغل راح تتفتح وياي وراح تستوي بهذا البخار. شوفوا دا أتأكد كل الزين إنه كل البرغل تشبع، وهسه راح أغطيها وأتركها. خلصنا من أهم مرحلة. هسه حبايبي المرحلة الثانية راح نسوي مثل تقلاية. نجيب بصل، راح نكثر بصل كثير ونقطعه ناعم، وراح نقليه حبايبي بزيت زيتون. لازم زيت زيتون وفير، لأن السر مال هاي السلطة زيت زيتون والبصل. نخلي البصل إلى أن يصير لونه ذهبي وحلو ويذبل وياي. بعدين حبايبي راح أجيب المحمرة أو نسميها دبس فليفلة، طبعا حار هذا، فخليت معلقة ونص. وراح أخلي معلقتين أكل معجون طماطم. طبعا هالعنصرين كلش ضرورية، يعني دبس فليفلة أو محمرة والطماطم معجون طماطم بهاي السلطة. هسه حبايبي راح أقلب كل الزين المعجون ويا المحمرة ويا البصل، حتى البصل يعني ياخذ من كل الأطعام. ومن تشوفوني نريد يعني يذوبون المحمرة والمعجون بالبصل بحيث ما نشوف تكتلات. وبعدين هسه حبايبي راح أتبلها، بس أخلي ملح وأخلي فلفل أسود وأخلي فلفل أحمر وثوم مطحون، وبس راح أكتفي بهالشغلات وهم أقلبها كل زين وأشيله من النار. شوفوا حبايبي، هسه حبايبي من شلته من النار راح أخليها فوق البرغل مالتي. وهسه راح نخلط كل الزين. أريد البرغل يتشبع كله بالمحمرة وبالمعجون، يعني يصير كله لونه أحمر بحيث ما يكون ولا تكتلة بيها أبيض. يعني شوية يراد له وقت لأن ظلون تقلبون وتتأكدون ماكو أي تكتل لونه أبيض، حتى يعني هي هذا اللي ينطي الطعم المميز للسلطة مالتنا. شوفون شلون تحول كل البرغل مالتي اللون أحمر. هسه راح أبدي بالخضرة أسوي، طبعا طماطم، نعناع، خيار، خس وكرفس، وإذا عندكم بصل أخضر كله نقطعه ناعم شلون مثل تقطعون تبولة ونضيفه فوق البرغل مالتنا. شوفوا هسه خليته بهنجان شوية كبير حتى أقدر أخلطه بأريحية. وهسه دا أضيف الخضروات على البرغل مالتي. هسه راح أضيف الكرفس وآخر شي الخس، وهسه أتبل. شنو بس بقى راح أخلي حامض، خلي حامض كثير شوية عليها. والعنصر الأساسي هم دبس رمان اللي ينطيها حموضة وحلاوة بنفس الوقت. وبس حبايبي نظل نقلب والسلطة مالتنا خلصت. شوفوا تقلبون كل الزين بحيث كل المكونات يعني تتجانس ويا بعضها. وهسه حبايبي آخر شي راح أجيب الصحن اللي أقدم بيه، وخليت شوية خز بيه يعني هكذا مثل تشكيلة وشكل، وتقدموها وتاكلوها ويا الخس كلش روعة لو بوحدة. شوفوا هوني سويت هكذا وتقدموها وتاكلوها، وألف ألف عافية. جربوها حبايبي الوصفة كلش طيبة وتخبل للعزايم، تقدرون تسووها للمناسبات، وألف عافية. باي.